سؤال على الهاتف. أنا صمت قضاء رمضان وبعدها 6 شوال، لكن لما جاء 10 ذي الحجة جاني شك إنه في يوم من القضاء احتمال إني ما صمته. فلما جاء أول يوم نويت إنه يكون هذا اليوم ليوم القضاء، وإن ما كان في قضاء فيكون من أيام ذي الحجة. ما أدري النية كده تجوز بالطريقة هذه؟ طيب. بالنسبة للنافلة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة. النافلة العامة المطلقة في الصوم أمرها أخف، أما إذا كانت مقصودة كعاشوراء ونحوها فهذه أضيق منها في النية. أما بالنسبة للشك هل صمت القضاء أو لم تصوميه، فما فعلتيه هو الصواب، أنك تبني على أنك لم تصومي، لأن الأصل أن ذمتك مشغولة بقضاء رمضان. فإذا شككتي هل صمت أو لم تصومي فالأصل أنك لم تصومي، لأنه اليقين وذمتك مشغول به. وبناء على ذلك ما فعلتيه هو الصواب، أنك تصومين بنية القضاء. إذا كنت قد قضيتي قلت إني أنوي من 10 من ذي الحجة، هو كان يكفي أنك تنويه القضاء، وهو بطبيعته إذا لم يكن قضاء انصرف إلى اليوم وفضله، لأن هذا ليس من الصوم المقصود بعينه، لأن الفضل في الصيام جاء مطلقا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. فهذا فيه إطلاق، يعني شامل في عموم شامل لجميع الأعمال ومنها الصوم. وبناء على ذلك ما فعلتيه إن شاء الله يجزيك. لكن مرة ثانية الترديد في النية قد يؤثر في الفريضة إذا تردد، كما يقع في يوم الشك، يقول إذا كان غدا رمضان صمته وهو عن رمضان، وإذا لم يكن رمضان فهو نافلة، فهذا مؤثر في الفرض، لكن في القضاء على الصفة الواردة السؤال لا يؤثر، والله تعالى أعلم.